صينية بطاطس من غير طماطم. تخيلوا، بطعم المزازة واللذاذة. أيوة، المزازة واللذاذة، لأن هنحط فيها تركات وحركات كده هتشوفيها معايا. وقشر الليمون التحفة ده هتاكليه أكل كده طعمه ولا أروع. عندي هنا أنا استخدمت أوراق فراخ. ممكن تستخدمي فرخة عادي كاملة، وبس تقطعيها قطع صغيرة. يعني الفرخة تقطعها 12 قطعة. أنا هنا استخدمت أوراق، قطعت الورك 3 بالشكل ده. طبعا الفراخ عندي مغسوله ومنقوعه في ليمون ودقيق وميه ومتصفيه كويس قوي، وبسم الله ما شاء الله منتهى النظافه. حطيت هنا معلقتين كبار من البابريكا، ومعلقه فلفل اسود، معلقه ملح، توم بودر وبصل بودر وحبهان ولورا مطحون، والزيت. حطيت معلقتين كبار كده من الزيت ومعلقه من العسل. تمام. انا هنا كترت البابريكا شويه علشان انا مش هستخدم طماطم. هنزل بقى بالصوصات. هحط هنا كاتشب لو متوفر، مش متوفر خلاص. عندي هنا الصويا صوص، معلقتين كبار من الصويا صوص، معلقتين كبار من صوص الباربيكيو. تمام. عندي هنا دبس الرمان، وده اساسي طبعا عشان المزازه. هتبقى حلوه قوي في الفراخ معايا، مع الليمون طبعا. وعندي هنا ورق لورا. طبعا انا نقع ورق اللورا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، لما بتنقع في ميه ريحته بتبقى جميله جدا. تمام. بدأت ان انا اقطع البطاطس بالشكل ده. هقطع البطاطس شرايح تخينة، والبصل بنفس الطريقة بتاعت تقطيعة البطاطس. تمام. عندي بقى هنا حطيت كوسة 2 كده، حطيت 2 كده، يعني شكل في الطبق، وكمان يضيف قيمة غذائية كمان. تمام. هقطعها برضو كبير بالشكل ده. الليمون بقى ليمونتين كبار او 3 ليمونات، يعني حسب الكمية وحسب الصينية بتاعتي. تمام. انا هنا حطيت ليمونتين كبار، عصرتهم بالشكل ده. والقشر طبعا مش هرميه، انا هاخد القشر هقطعه كده وهحطه في الصينية، وهتشوفي طعمه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، طعمه تحفة. يعني هتاكليه مع البطاطس والفراخ. هتحسي كده بحاجة كده، يعني مزازة كده جميلة، ومش مش هو مش مر، لا هو مستوي. يعني ما شاء الله ممتاز جدا وطعمه حلو قوي. انا اول مرة اجرب الطريقة دي، بصراحة تحفة. المكون بقى اللي نسيته، وده مهم جدا واساسي، اللي هو الزعتر. انا عندي هنا زعتر سيناوي، او الزعتر العرايشي. ده بتروحي عند العطار بتقولي له عايزه الزعتر بتاع العريش، لونه بيبقى مايل للجري كده او الرمادي، بس ريحته نفاذه جدا وجميله جدا. تمام. عندي هنا بقى شوربه او ميه، مفيش مشكله، ممكن اضيف ميه سخنه. انا حطيت هنا معلقه من البابريكا او معلقه من الصلصه لو متوفر. وبدات ان انا احط، يعني هنا عندي، هنا انا بينت لك ان أنا ممكن احط الشوربه او الميه عادي، مفيش مشكله خالص. بالشكل دوت هبدأ بقى ان انا هسوي بقى الصينية بتاعتي بالشكل ده. هبدأ ان انا اغطيها بقى بورق الفويل بالشكل دوت، لاني انا عايزاها تستوي بسرعة. تمام. انت بقى عندك وقت خلاص، انت بتحطيها على الرف الاوسط وبتسيبها تستوي مع نفسها. لكن انا مستعجلة عليها، حطيتها تحت في الرف اللي تحت وغطيتها. وبعد ما بدأت تستوي نص سوا، بدأت ان انا يعني بالفرشة كده واخد من الصوص اللي في الصينية واحط على الفراخ والبطاطس، تاخد الطعم كده من فوق. شايفين مستوية وجميلة وطعمها حاجة كده من الآخر. ولا طماطم ولا الحوجة للطماطم، وبالهنا والشفا. يعني بسم الله ما شاء الله. ولا الليمون دوت طعمه تحفة تحفة تحفة. طعم وريحة حلوة، مزازة ولذاذة، مفيش أحسن من كده. لايك وشير الفيديو لو عجبك.